التسريب بيحصل فين؟ التسريب دايما لما بيحصل عند اضعف حته في المعده، اللي هي الحته دي، الوصله اللي ما بين المريء والمعده. ليه بيحصل عند النقطه دي؟ خلينا نقول كده بالراحه. انت عشان تعمل موضوع التكميم ده كان في تغذيه دمويه جايه على المعده من هنا، وتغذيه دمويه جايه من هنا. التغذيه الدمويه دي اللي بتمنع التسريب. انت عشان تعمل العمليه طبعا قصيت الجزء ده خالص، فبقى التغذيه الدمويه اللي رايحه للجزء ده قليله، زائد ان عضله المريء نفسها عضله ضعيفه والتغذيه الدمويه اللي جايه منها قليله. طيب عشان تتجنب الموضوع ده تعمل ايه؟ عشان ما يحصلش، ما هي حته ضعيفه اهيت، انت كده قلقتني. لا ما تقلقش، هي هنقدر نتجنب الموضوع ده بشويه خطوات بسيطه. اولا نوع الدباسات يبقى كويس. يعني ايه نوع الدباسات كويس؟ هو في دباسات مش كويسه. بصوا للاسف يا جماعه ريسنتلي بدا يظهر كوبي من الكوبي، يعني دباسات مش اصليه ويظهر منها نسخه مش اصليه. فده طبعا عشان بعض الناس بتحاول تقلل قوي في الاسعار، فيستخدم حاجات الكواليتي بتاعتها قليله اب تو انها ما فيهاش ماده التيتانيوم اصلا. فلازم اولا نوع الدباسات يبقى كويس، دي اول نقطه. النقطه الثانيه قص المعده يبقى مظبوط. يعني ما ينفعش انا لما اجي اقص المعده الاقي خط الدبابيس ده 7 في 8 ومشرشر ومش حلو، ده ما ينفعش. نقطه كمان مهمه، الحته دي حته مهمه قوي، منتصف المعده. هيحصل ايه لو انا كجراح ضيقت منتصف المعده؟ هيحصل ضغط عكسي يزود البريشر على الحته الضعيفه تقوم تفتح، فلازم الحته دي تبقى مظبوطه. حاجه كمان مهمه، بعض الناس وهي بتقص بيجي عند ده اسمه ميد بودي. الحته دي اسمها ميد بودي او منتصف المعده بالظبط. الحته دي لو انت ضيقت فيها للاسف بيحصل التواء في المعده، ودي حاجه بتخوف ناس كتير قوي. انما لو انت خدت بالك من الحته دي ما بقتش ضيقه، بتطلع المعده مظبوطه. نيجي لاخر نقطه مهمه، ان الوصله اللي ما بين المعده والمريء لازم تخرج عنها نص سنتي. انت كجراح وانت شغال بتخرج نص سنتي عن الجزء ده عشان خاطر ما تجيش على المريء نفسه، عشان ما يحصلش التسريب. في نفس الوقت ما ينفعش تعمل قص بعيد قوي فتبقى سايب جزء من قبه المعده وهرمون الجوع كبير، فهو يا دوبك نص سنتي. خطوه كمان مهمه، بعد ما تخلص ده بتعمل غرز على المعده تقلبها جوه بعضها، يبقى انت حميت الجزء الضعيف ده تماما. لما بتعمل كده نسبة التسريب بتبقى تكاد تكون معدومة، والعملية بتمشي كويس والمريض بيمشي كويس.